لحظات انتهى بالنسبة للنادي الأهلي ونادي المقاولون ونادي مباراتهم بتقدم الأهلي على المقاولون 3-1 ويرفع رصيده ل40 نقطة. أما المباراة الأخرى في المنافسة فكان حرس الحدود في ضيافته بيراميدز اللي أيضا فاز عليه 3-1. كده أصبح بيراميدز والأهلي متساويين مع الزمالك في النقاط، لكن الزمالك غدا إن شاء الله عنده مباراة هامة جدا مع الاتحاد السكندري. فوزه أو تعادله ينهي الدور الأول متفوق على الفرق ويبقى على قمة السبعة الكبار. طبعا احنا عارفين في نهاية الدور الأول زي ما اللائحة بتقول هيبقى السبعة الأوائل هيلعبوا على البطولة، ومين هيروح دوري الأبطال نمرة 2 و3 و4 هيكونوا في الكونفدرالية. أما الفرق ال14 اللي تحت منهم فهيكون لقاءاتهم منافسة يشوفوا مين الأربعة اللي هيهبطوا إلى دوري المحترفين. بكرة إن شاء الله المصري عنده مباراة هامة جدا والاتحاد عنده مباراة هامة جدا. نتمنى إن شاء الله للفرق الشعبية مزيد من التحسن، ونتمنى ان يكون في سياسة قريب ان احنا نساعد هذه الفرق على انها يبقى عندها التمويل اللي يخليها، لان كرة القدم من غير الاندية الشعبية لا تصلح. الحاجة التانية انا زي ما قلتها قبل كده، كرة القدم في مصر عمرها ما هتتحرك ولا هتتحسن ولا هتتقدم طول ما احنا بنبعد الجماهير. واعتقد اني سمعت ان يقال ان الفترة الجاية هيسمح بان الملاعب تبقى ممتلئة عن اخر. اتمنى، لان امتلاء الملاعب هتفرق كتير جدا في عالم كرة القدم، ولا سيما وان احنا في ظل الظروف اللي حوالين مننا بلدنا آمنة وطيبة وشعبنا شعب طيب، واللي بيحبوا كرة القدم بيحبوها لكرة القدم، فنديهم حبهم اللي هو بيحبوه أكتر ما نحبسهم ونخليهم بيتفرجوا من خلال التلفزيون. على فكرة المشاهدة من التلفزيون أفقدت الدوري شعبية كبيرة جدا. ده مش كلامي، ده كلام المحللين. عموما ده تقرير النهاردة، شكرا وإلى اللقاء.